شكر الله فضيلة الأستاذ الدكتور إمام أسراري حسن صنيعه وجميل كلامه المشروب بالمداعبة المليحة، ونسأله سبحانه أن يوفقه وكل منسوب الاتحاد إلى كل خير وصلاح. أيها الحفل الكريم، إن جامعة الراميري الإسلامية الحكومية لهي صرح علمي شامخ يعتز بها أهل أكشيه بأكملها، وقد تأسست منذ ما يقرب من 60 عاما، وامتد عطاؤها بفضله سبحانه إلى يوم الناس هذا، وكلنا أمل في أن يوفق الله تبارك وتعالى فضيلة مديرها وكل القائمين على أمرها إلى ما يبعث حيوياتها ويجدد طاقاتها ويزيد قواها، حتى تقوم بأدوار أكثر إشراقا وتألقا. والآن مع كلمة لصاحب الفضيلة مدير جامعة الراميري الإسلامية الحكومية فضيلة الأستاذ الدكتور والوالدين حفظه الله تعالى، وكلنا آذان صاغية لما سيقوله فضيلته، ثم يتكرم فضيلته بعدها بافتتاح هذا المؤتمر المهيب، فليتفضل فضيلته ممنونا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل اللغة العربية أفضل اللغات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وصحبه إلى يوم الميعاد. وبعد، نحترم كل الاحترام نائب المدير جامعة الراميري الإسلامية الحكومية الثلاثة، ومدام الكليات بجامعة الراميري الإسلامية الحكومية، رئيس الدراسات العليا بجامعة الراميري الإسلامية الحكومية، رؤساء أقسام التعليم بجامعة الراميري الإسلامية الحكومية، وبالخصوص رئيس اتحاد مدرس اللغة العربية في إندونيسيا، ضيوف من بروناي دار السلام ومن ماليزيا وجميع الدول في العالم، يعني من مصر ومن السودان ومن سنغافورة والجزائر، المحدثون وضيوف الكرام، وأيضا الطلاب والطالبات الأحباء، أيها الحاضرون، يسعدني ويشرفني أن أشهد معكم افتتاح معتمر اللغات العربية في جنوب شرق آسيا بهذا الجامعة المحبوبة، جامعة الراميري الإسلامية الحكومية بأكيه إندونيسيا الراميري، تحت عنوان منهج اللغة العربية في جنوب شرق آسيا من التنوع إلى التكامل. أرحب بكم جميعا أيها السادة والمحاضرين والمشتركين في هذا المؤتمر المحبوب. الإخوان الحاضرون حيث كانوا من الدول المحاربة الشقيقة والصديقة ومن خارج هذه المنطقة أو داخلها، الذي يشرفوننا بالحضور، متمنيا لكم طيب الإقامة ودوامها على أرض أكشي، نعم أرض إسكندر مودا سلامي مكة. ولحضراتكم جميعا دوام التوفيق والسداد
والمعتمر كل النجاح في تحقيق أهدافه، وأن ينتهي إلى نتائج وتوصيات تساهم في تطوير اللغة العربية في جنوب شرق آسيا، رجاء أن يحقق مزيدا من التواصل بيننا وبين العالم حولنا في تطوير اللغة العربية والحضارة الإسلامية مع علومها. أيها الحاضرون، والدليل أن اللغة العربية هي أبسط اللغات أبينها وأغناها، وهي لغة القرآن والحديث، كما قال تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، في سورة يوسف. ولذلك لا يخفى علينا أنها مفتاح العلوم الدينية، ولا يمكن لأي طالب أن يتعلم علوم الدينية دون إتقان لغة العربية، لأن اللغة العربية هي لغة المسلمين في جميع أنحاء العالم. بهذه اللغة نقرأ كتاب الله وسنة رسوله، وبها أيضا نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى. ويجب على كل طالب أن يجتهد في تعلم اللغة العربية بكل جهده وطاقته ليصل إلى كل ما يتمناه من العلوم الدينية. أيها السادة الأعزاء، كان العلماء من آبائنا القدماء يجتهدون في أن يخرجوا أولادهم قادرين على أن يتكلموا ويتحدثوا باللغة العربية، فبهذه ألفوا كتب اللغة كالنحو والصرف وغير ذلك، هذا ليسهل على الطالب تعلم اللغة العربية أداة له في كل مجال العلم والمعرفة. فيجب علينا أن نتكلم باللغة الفصحى الصحيحة، ولا نستعمل الكلمات في محادثاتنا إلا ما صحت كتابتها، لأنه من واجباتنا أن ننشر هذه اللغة الشرقية والمحافظة على دقتها ولطفها وفصاحتها إلى جميع تطبيقات المسلمين في أي مكان كانوا، خصوصا طلاب الذين يدرسون العلوم الدينية في كتب العربية. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن يسهل أمورنا ويفتح قلوبنا ويجعلنا جميعا متكلمين باللغة العربية بجاه سيد البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأرى في هذه المناسبة أن أتوجه بالشكر إلى رئيس اللجنة ومن تعاون معه ومجموعات عمل مختلفة الذي بذلوا مجهودات طيبة مع كل التعاون وكل سعة الصدور. كما أشكر السادة الأساتذة الباحثين الذين تفاعلوا مع فكرة وموضوع معتبر وبادروا إلى اقتراح أوراق مهمة. وبعقد هذا المعتبر فإننا يمكننا بأن نهدف إلى تقديم وتطوير لغتنا العربية لغة سارية بالحضارة ولغة مبتدعة للعلوم ولغة دائمة نطورها في جامعتنا ومعاهدنا ومدارسنا بما يعرض فيه من بحوث ومقترحات. وقد عرفنا أن هذه اللغة هي منبع لمعظم الحضارات الإنسانية، فالحفاظ عليها من مسؤوليتنا ومن واجبة كاهلنا كالمحاضرين والباحثين وطلاب قسم اللغة العربية، إذ يلزم علينا أن نزود بشبابنا الباحثين والطلاب الأجانب في قسم تعليم اللغة العربية وقسم اللغة وآدابها
في جامعتنا نزودهم بمداخلها وطرق تدريسها وموادها. وحقيقة أن المنهج التكاملي لم يكن فكرة حديثة، بل هو فكرة تعليمية قديمة يتطلبها عصرنا اليوم. فالفكر الإنساني الطبيعي يميل إلى استخدام المنهج من مختلف الجوانب الذي يمكن الجمع بينها كما فعله القدماء منا. فهذه الجوانب جميعا متلازمة غير مختلفة. وأنا أرى اليوم أن بعض معاهدنا يهتم بقراءة الكتب وفهم معانيها ويهمل الكلام والكتابة، والبعض الآخر يهتم بالكلام ويهمل القراءة، وهكذا. إذ بهذه الجلسة نحرص أن نتبادل الآراء على تدريس الكثير من العقبات في تعلم اللغة العربية، مشتملة على جميع مهاراتها في معاهدنا غير الناطقين بها. وكما أرى لزاما علينا بهذا المؤتمر أيضا أن ننشئ ظل توطيد العلاقات بين جامعتنا ومعاهدنا في جميع المناطق في جنوب شرق آسيا. أيها السادة، جئت جديدا وسكنت قديما. وأخيرا أرحب بالجميع وأفتتح هذا المؤتمر وعنوانه منهج اللغة العربية في جنوب شرق آسيا من التنوع إلى التكامل، رجاء الاستعانة والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. نقول بكلمة مباركة: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفق إلى أقوام الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. جزا الله فضيلة المدير على هذه الكلمات الحسان التي هي بمثابة النبراس الذي يضيء طريقنا، وعلى رعاياته الجميلة لهذا المؤتمر الموقر. كما نجدد الشكر لفضيلة الدكتور أبا حزمي على تكرمه باختيار جامعة الراميري مكانا لانعقاد هذا المؤتمر المهيب. والله وحده المسؤول أن يكلل هذا المؤتمر بالتوفيق والنفع العام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الحفل الكريم، الفقرة التي تليها الدعاء. سوف يتكرم به الأستاذ ميزاني نور الدين، فليتفضل مشكورا. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa ni'matu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad salatan tunjina min al-ahwali wal afat wa taqdi lana min al-hajat wa tarfa'una 'indaka a'la ad-darajat وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وقبل الممات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولأجدادنا ولجداتنا ولإخواننا وأخواتنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أنت ربنا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن عبادك ونحن عبادك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رب اغفر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.